بصي كده اللهم بارك يا جماعه. بصي دي صينيه الكوك يا جماعه، معاك الرز الريزو. تمام كده. معاك بقى ايه، احنا عملناها بالدبابيس، بفرخه مع دبابيس مع اجنحه. بصي الاجنحه اهي مع الدبابيس. لازم بصي يعني سهله وبسيطه ومش محتاجه ان انت تشتريها من بره. معانا ايه احلى بقى سلطه الكولسلو يا جماعه. بصوا بقى ما تحطوش عليها ليمون، عشان في ناس بتحط ليمون، بلاش تحطي ليمون. يعني الليمون هيعمل لك حمو ومش عارفه ايه، والكرنب اصلا كان يبقى فيه سنه ايه، حمو شويه. فلا طريقته سهله وبسيطه وما بياخدش اي حاجه، وعاملينها قبلها بساعتين 3 ساعات تقريبا. بصي بقى قبل الاكل خالص، بصي ما شاء الله اللهم بارك. طبعا بقى ايه، حبه بقدونس زيني، كاتشب بقى كده خفيف، ما تحطيش كتير. الرز يا جماعه حطيت 4 معالق سكر صغيرين، رفيعه او اللي هي معلقه قد كده خالص. تمام كده. اما لقيته محتاج سكر فحطيت حاجه خفيفه لو تسكر. تمام كده عشان ما يبقاش مسكر قوي قوي قوي، لا. انا قلت لك اهو حطيت فيه عشان الفيديو فصل، وحاطه الزبده مع الماجي مع الملح مع كله. اللهم بارك اللهم بارك، زي رز السمك بالظبط، بس الفرق ما تغمقوش قوي. طبعا ما تستعجليش على الفراخ اللي تطلعها عشان تبقى صفرة شويه ولا الكلام ده كله. وفي الاخر يا جماعه عشان ما تبقاش مستويه من جوه، لا انا بسيبها تحمر شويه طبعا مع البابريكا مع التوابل مع كل اللي انا عملته. لا ومفتحه ايه، بصي الورك يا جماعه اهي الدبوسه مفتحاها، ودي ايه العظميه يا جماعه. اللهم بارك اهي. حاجة سهلة وبسيطة وتقدري تقدميها لضيوفك لعيالك ليكي زي ما انتوا عايزين هتعملي يا جماعة. بصوا حاجة بسيطة وسهلة، مش محتاج ايه، مش محتاجة تفانين اي حاجة خالص. اللهم بارك. معنا بقى كاتشب برضك جنب الاكل. بصي حاجة بقى يعني فوق الروعة.